الفكرة بقى في ايه؟ ان النهارده يوم يعني غريب قوي قوي قوي. النهارده تقريبا 7 رمضان، وامبارح انا كنت حرفيا مش قادر اقوم من السرير. انا كان عندي صداع، واول مرة يجيب صداع بالشكل ده، يعني لدرجة ان انا لما كنت بقف كنت بقع تاني. ودلوقتي احنا النهارده انا واقف عادي وبتكلم بعد الحقنة الجميلة اللي انا خدتها. والنهارده بقى برضو يوم مشغول جدا جدا جدا. عندي كلية أكتر يوم زحمة تقريبا، مش عارف كام، تقريبا محاضرتين أو 3 وسكشنين أو 3، مش عارف بالظبط. وعندي شغل، عندي برضو شغل. يعني تقريبا هخلص على الساعة 10 بالليل. بعد اليوم بتاع امبارح ده أنا مش عارف النهارده إيه اللي ممكن يحصل. بس أنا النهارده يوم غريب، وحاسس إن هو ما كانش ينفع فواته من غير ما يتوثق يتصور. فخلينا نشوف اللي هيحصل النهارده. هي برضه في منها انواع وازدهار، وكل واحد بيختلف عن التاني في الثانيه. في سويتش تلاقيه على ابوه كده، حاجه بسيطه كده يعني. طيب، عدى لغاية دلوقتي تقريبا أسبوع على الوقت اللي كنت بكلمك فيه من كام ثانية. والحقيقة إن حصل بلوت تويست إن في نفس اليوم ده، اللي هو اليوم فعلا كان مشغول جدا، كلية وشغل، وكان شغل يوم طويل يعني. فبعد الكلية، بعد الحمد لله كان في رمضان، الحلو في الكلية عندنا إن الوقت بقى أقصر، المحاضرة بقت ساعة بدل ساعة ونص، والسكشن تقريبا بقى نص ساعة بس. فاليوم خلص بسرعة يعني. وصلت يعني تقريبا الكلية في اليوم ده المفروض إنها بتخلص الساعة 3، خلصت الساعة 12. فده كان يا رهوي، انا استريحت في اليوم ده. المهم، جه في وقت مناسب يعني عشان انا كنت تعبان فعلا. ده في وقت الصبح، بس بعدها بقى لقيت الدنيا بدأت تبقى احسن، انا التعب بدأ يروح خالص، بقيت احسن بكتير. رحت الشغل برضو، كملت اليوم، واليوم يعني مشي بسلاسة جدا، وكأن انا ما كنتش تعبان خالص، ولا تعبت بشكل ما تعبتوش قبل كده في حياتي في اليوم اللي قبله. بس جيت بقى بعدها تقريبا الفجر، طلعت الليفل 2، اللي هو حسيت ان انت كده انت خلاص خدت بريك، خدت حقنه، خدت انتي مش عارف ايه، وريحت نفسك شويه. طب تعالى بقى. جالي بقى مش عارف ايه بصراحه، بس يعني هو كان اقرب لبرد، بس برد شديد بقى، برد شديد بغباء. انا مش عارف اليومين دول كانوا مالهم، ولكن بقى البرد ده بقى فضل مقعدني في السرير هو كمان بتاع 3 4 ايام. ومش لوحده الحمد لله، مش لوحده يعني، ممكن جربت مثلا 6 انواع براشيم عشان يمشي. ولكن الحمد لله. اللي فاضل دلوقتي هو بواقي برد، ما اقدرش اقول عليها برد. فالحمد لله. المهم ان الفكره من كل ده اللي انا بقوله لك يعني، عشان بصراحه استوعبت حاجه يعني انا ما كنتش واخد بالي منها تقريبا قبل كده خالص خالص خالص. الرسول صلى الله عليه وسلم اتكلم كتير قوي عن احاديث بتتكلم عن وقت الشباب والفتره اللي فيها الشباب، واكتر وقت اصلا بنتسأل عليه يوم القيامة هو فترة الشباب دي، يعني وقت الشباب فيما أفناه. الوقت ده بيروح فين؟ واشمعنى بالذات الوقت ده؟ يعني ليه الوقت اللي احنا فيه اللي هو من 20 سنة مثلا لغاية مش عارف كام، ليه وقت الشباب ده بالذات هو أكتر حاجة بنتسأل احنا عملنا فيها ايه يوم القيامة؟ يعني أنا مش بتكلم بحاجة دنيوية خالص، إنما هو الدستور اللي احنا ماشيين بالقرآن. ليه؟ 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 دي بقى حاجة أنا ما كنتش فكرت فيها قبل كده أصلا، ولا حتى كانت خطرت على بالي. ولكن جت بقى في الوقت ده، انا فضلت اسبوع في السرير، اللي هو مش قادر افكر، مش قادر اقوم. ففكرت بقى ان في الايام العاديه بصحتي العاديه، اللي هو انا قادر دلوقتي اقوم اعمل اي حاجه انا حرفيا بفكر فيها، الشعور بقى بالتعب ده وان انا مش قادر اصلا اتحرك عشان اقوم اعمل اي حاجه خلاني افتكر الحته بتاعت الشباب دي، وان احنا المفروض هنتحاسب على الوقت ده. كل الوقت اللي انا كنت فيه وان كنت قادر اقوم اعمل اي حاجه من غير حتى ما احس بهفو والتعب، على عكس في الوقت ده ان انا كنت عايز اقوم اعمل حرفيا اي حاجه، وكل حاجه اي فكره تيجي في دماغي انا عايز اعملها حالا، بس انا مش قادر اقوم بغير ارادتي. وكأن بالظبط الشباب ده اتسحب مني كده الوهله، اللي هو الطاقه اللي عندي دي كلها، كل القدره ان انا اقوم اعمل اي حاجه تيجي على بالي دي اتسحبت مره واحده. ما بقتش قادر اقف حرفيا، اللي هو أنا كل ما بقف انا مش قادر اقف. فتخيل لما ده بقى يبقى هو الواقع، ان ده يبقى اليوم الطبيعي اللي انت عايشه، اللي هو خلاص انت كده مكمل لبقى حياتك، هتبقى ايه موقفك لما يبقى عندك مثلا رغبة انك تقوم تحرك جبل، بس في نفس الوقت انت مش قادر انك تقوم تعمل ده؟ أه عشان كده اعتقد ان فترة الشباب دي هي الوقت اللي احنا نتسأل عليه.
عندك اراده وعندك طاقه انك تنفذ الاراده اللي عندك دي. انت حرفيا كل حاجه كامله قدامك عشان تبدا تنفذ، بس ما بتنفذش. عشان كده كان شعور بصراحه يعني ما اقدرش اقول ان هو كان وحش جدا، ما اقدرش اقول ان هو كان وحش خالص، وما اقدرش اقول برضو ان هو كان حلو باي شكل، ما كانش فيه اي حتى حاجه ذره حلوه. ولكن كون ان هو خلينا نفكر بالشكل ده في حته ان احنا الوقت اللي احنا فيه ده ما ينفعش يعني. فكر بس، حاول تفكر في الحته دي بالشكل ده وعرفني ايه رايك. انا حتى وصلت معايا ان انا كان تسجيل الكليه، احنا عندنا بنسجل مواد عشان هي كريدت اورز، فالمفروض ان احنا بنسجل المواد اللي احنا هناخدها المفروض ان احنا هنسجل المواد اللي احنا بناخدها في الترم اللي احنا هناخده ده. يعني مثلا 5-6 مواد اللي انت عايزه، المهم ان هو مش 18 ساعه. بس انا مش هشرح لك النظام دلوقتي. التسجيل ده انت لو ما سجلتش مثلا لغايه اما السيستم بتاع الكليه يقف، فانت تقريبا كده يعني خدت جبير او خدت ما سجلتش، فانت مش تاخد الترم ده او مش بتسجل لك ساعات، مش هتحضر، مش يعني مالكش حاجه، فاهمني؟ فانا ما كنتش سجلت عشان كنت تايه اذا كنت انا هسجل ذكاء اصطناعي او ما سجلش ذكاء اصطناعي، عشان عايز اعلي التقدير، حوار انا مش عايز ادخلك فيه الحقيقه. فالفكره ان انا اتاخرت وفضلت على اخر ميعاد، يعني انا ما كنتش عايز اسجل عشان ما كنتش لسه خدت قرار. فاخر ميعاد ده بقى كان يوم الخميس يوم الاربعاء، وانا كنت تعبت في الوقت ده قبل ما اسجل وما سجلتش والتسجيل كان قفل. بس في نفس الوقت انا كان معايا كل الوقت اللي قبله ده ان انا كنت اقدر اخد قرار، ادور شويه، ابذل شويه مجهود في الحوار واقفله في ساعه. بس انا ما عملتش كده، وده ادى ان انا ما لحقتش اسجل مواد، ما لحقتش اسجل المواد بتاعه الكليه اللي انا المفروض هاخدها الترم ده، وان انا ما سجلتهاش فالترم مش محسوب لي ويعتبر هعيد الترم ده. فبعدها بقى فكرت اللي هو طب انا كنت ممكن اعمل ده، يعني كان لو ركزت دقيقه بالظبط كان ممكن اسجل في لحظه، بس انا ما عملتش كده. فالافكار دي كلها بقى اجتمعت مره واحده كده في وقت ما كنت حاسس ان انا مش قادر اتحرك، مش قادر اقوم انفذ اي حاجه بتيجي في بالي. فبصراحه طبعا بعد كده الحمد لله يعني، والوكيل بتاع الكليه فتح التسجيل مره تانية وسجلت وطبعت الورق وخلاص احنا كله في السليم والترم زي ما احنا كله تمام. ولكن كان شعور سيء، ففكر في الحته دي. في نفس الوقت برضو انا مش الشخص اللي بيتعب على طول، يعني انا مش على طول تعبان، انا نادرا لما بكون تعبان حتى لو البرد. فعشان كده كان حته ان انا كنت تعبان وقاعد مش قادر دي كانت جديده بالنسبه لي. والاجدد بقى كان حته العلاج. زي ما قلت لك انا ما كنتش تعبت بالشكل ده قبل كده، ما كنتش عمري ما كنتش يعني مهما كنت تعبت فانا كنت بقدر عادي اقوم من السرير واتحرك والف وبتاع من غير ما احس بحاجه، يعني من غير ما ادوخ مثلا. ولكن المره دي كان اشد بشكل غبي. فلما خدت علاج كان بالظبط كان حقنه و5 برشامات خدت العلاج ده انا رجعت تاني يعني زي وكأن ما كانش فيه اي حاجه. بعد ما كنت فضلت يومين تعبان مش قادر اتحرك خدت العلاج ده ورجعت زي ما كنت. فالفكره اللي هو انت في كام في حدود 10 دقايق لنص ساعه انت رجعت زي ما كنت ولا كأن كان في حاجه حصلت قبل كده. فالعلاج ده يا لهوي انا كنت كده، انا اول مره اجرب اخد بنادول، وكون ان انا دماغي كانت هتفرقع من كتر الصداع، وفي مره واحده كده مفيش صداع خالص. عارف كانت اقرب للسحر كده، كانت اقرب لشخص من العصر الحجري جه حضر معانا دلوقتي وشاف طياره وهي بتطير. كان نفس الاحساس كده بالظبط بالنسبه لي، ما تسالنيش ازاي وكاني جاهل، بس انا مش شخص بياخد علاج كتير. فبصراحه كنت عاجز عن التعبير يعني قد ايه العلاج جامد جدا. بديهيات الحمد لله. الحقيقه في فطار جماعي النهارده في العزبه، وانا مش بيك فان يعني للتجمعات البشريه، ومكان فيه ناس كتير بقى، ومش بس كده ناس انا يعني المهم لو الحته دي اتحطت في الفيديو فاعرف ان التجمع يعني مش زي الفل، وان الدنيا كانت ماشي. نروح نجرب التجمع العزبة كلها في الأكل. المهم هنروح نشوف الدنيا عشان يلا لزوم الفوتج. كان كويس جدا والله. الأجواء كانت جميلة أوي، النور والترابيزات والناس كلها واقفة تساعد بعض، والناس كلها بتفطر مع بعض في الشارع، الكل عارف بعضه أو محدش عارف التاني أصلا، مش فارقة. كان ناس من اللي بشوفهم كل يوم وناس تانية آخر مرة شفتهم لما كنت في ابتدائي
اجواء عظيمة، ومفيش رمضان عدى عليا كان في الاحساس ده. الفطار في الشارع على ترابيزة وسط ناس كتير ليه طعم مختلف جدا جدا عن اي حاجة او اي فطار تاني في اي يوم في رمضان. كويس ان الواحد يبقى وسط ناس زي كده، وكويس ان في تنظيم زي كده حصل في عزبتنا. وهكلمك عن التنظيم بقى. كان ترابيزات طويلة، كل ترابيزة عليها 6 اشخاص، من اول العزبة لغاية نصها، طريق طويل كده كله ناس وترابيزات وناس كتير قاعدة واخدين الطريق ده كله. بقى تمشي تحس ان الطريق ما بيخلصش، وناس كتير قوي انت عديت عليهم، ناس اكتر من انت ممكن تكون بتشوفهم في اسبوع كامل. طريق كله انوار، نور كده منور في كل حتة، بقى مخلي المكان شكله رهيب. مع طبعا الاكل، المية والبلح والعصير لكل شخص. كان تنظيم ولا اروع. الحقيقة ان كل واحد من العزبة تقريبا حط مجهود في اللي حصل النهاردة ده. فلو انت من العزبة وبتشوف الفيديو ده دلوقتي، اعرف انك كنت جزء من حاجة جامدة جدا، وقول في كومنت انك موجود برضه، يعني عيب كده.